حوار كبير بس خطير. مساء الفل عليكم، تعالوا نعمل مع بعض الدونتس بطريقة ولا أسهل وطعمه حكاية. يلا يا جماعة بسرعة نشوف الطريقة. اول حاجه هنجهزها مع بعض وهي الكاسترد اللي انا هحشي بيه الدوناتس. تمام كده. اول حاجه معايا مع كوبايه ونص من اللبن، ربع كوبايه من السكر، معلقتين كبار من النشا، ومعلقه كبيره من الكاسترد الباودر، واتنين صفار بيضه، ومكعب زبده، ومعلقه صغيره من الفانيليا. اول حاجه هنضيف اللبن والفانيليا مع بعض ونرفعهم على النار لحد ما يغلوا. تمام كده، ودي اسهل طريقه تعملي بيها الكاسترد في البيت. هبتدي بقى كمان اضيف بيها اضيف الصفار البيض واضيف السكر واضربهم كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب معايا. تمام كده. بعد بقى ما يدوب معايا السكر واكون متأكدة ان انا ضربتهم كويس جدا، حتى هتلاحظوا ان اللون بقى افتح. تمام كده. هبتدي بقى في الخطوة دي اضيف النشا واضيف الكاسترد الباودر. تمام كده. طبعا الكاسترد الباودر ده تقدروا تجيبوه يعني من اي محل من مستلزمات الحلويات او سوبر ماركت. تمام، في منتجات كتير فيها الكاسترد. هبتدي بقى اقلبها كويس جدا لحد ما احصل على قوام سميك بالشكل ده. هبتدي بقى، طبعا جبت اللبن غلي خلاص، هبتدي انزل بجزء جزء، ما انزلش بالمقدار كله، وابتدي اقلب كويس جدا وبعدين انزل بجزء تاني. تمام كده. بعدين بقى ارجع كل الخليط وارفعه على النار مرة تانية. تمام كده. بعد بقى ما يعني اقلبه كويس جدا كده خلاص بقى، هقلب بقى المقدار كله على بعضه وهرفعه على النار. هرفعه على النار بقى لحد ما هوصل لقوام متماسك زي ما هتشوفوا دلوقتي. شايفين القوام؟ قوام ممتاز متماسك ازاي. احط بقى مكعب الزبدة واقلب كويس جدا. تمام كده. مش قادرة اقول لكم قوامه ناعم ومتماسك. تمام، ده كده هنبتدي ان انا احطه بقى. هحطه في طبق. تمام، واغطيه بالاسترتش. وبكده تكون الحشوة الدوناتس جاهزة معايا. الحشوة دي لذيذة جدا وحلوة قوي قوي، جربوها هتعجبكم جدا. تمام، هبتدي بقى اني انا اغلفها كده بالاسترتش عشان الوش بتاعها ما ينشفش، واسيبها بقى بالشكل ده تبرد تماما بدرجة حرارة المطبخ. تمام كده. هنا بقى تعالوا نعمل عجينة الدوناتس. كوباية من اللبن، تمام كده، معايا نص كوباية من السكر، ومعايا معلقتين كبار من الخميرة. هقلبهم بقى كده كويس جدا وبعدين انزل بقى ببيضاية وبياض بيضتين. انا ما حبيتش ان انا اهدر لكم الصفار اللي احنا استخدمناه، فكده احنا خدنا منه صفار بس، فمعانا بياض بيضتين، فقلنا هنستخدمه في العجينه، ويبقى حطينا بيضايه وبياض بيضتين. وحطيت 4 كوبايات من الدقيق وربع معلقه صغيره من الملح. بس كده يا جماعه. الوصفه انا حابه ان انا اعملها لكم ان ما يكونش فيها تهدير خالص، وكله احنا مستخدمينه. وهتعملي الدونتس بتاعك حشو نوتيلا، وهنعمل كمان بالحشو الكاسترد، اللي هي طبعا بديل النوتيلا. تمام كده. هبتدي انزل هنا بقى وهي في نص، وهي بعجن الدونتس، هنزل بنص كوبايه من الزبده بدرجه حراره المطبخ. تمام كده. واضربها بقى كويس جدا لمده كده ما تقلش عن 8 9 دقائق. تمام، لحد ما اوصل للقوام ده. قوامها ناعم قوي، يعني ناعمه جدا، وطريه جدا جدا، وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد خالص. شايفين القوام؟ طبعا انا هسيبها بقى ان تخمر. هغطيها وهسيبها تخمر تقريبا. هتخمر معايا عشان الجو يعتبر حر، فهتقعد تقريبا نص ساعه. سبتها نص ساعه بالظبط، وبعدين ابتديت ان انا اشتغل فيها على طول. اديناها بقى البوكس المتين، وهناخدها بقى دلوقتي نحطها على الرخامه. تمام. هبتدي بقى ان انا اقطعها لكور صغيره. شايفين؟ هي ما بتلزقش يا جماعه. حتى لو في الرخامه باين ان هي بتلزق، لكن هي لا، ما بتلزقش، وسهله جدا وطريه جدا. العجينه طريه قوي قوي قوي، وبتمط كده معاكي، وفي نفس الوقت متماسكه ومش بتلزق في الايد تمام خالص. هنا بقى ابتدي بقى اقسمها كده لقطع. طبعا هنقسمها ل 11 او 12 قطعه. انا تقريبا عملوا معايا 11 دوناتس او 12، في الحدود دي يعني. جبت بقى ورق الزبده، رشيته برشه كده صغيره من الدقيق. تمام كده. وابتديت اكور عليها الدوناتس. ببتدي الف في الجوانب واكورها على الرخامه. اسهل طريقه اكورها وتطلع معايا الكوره يعني مرساء ومظبوطه. بعد ما بكورها ببتدي احطها على قطعه ورقه الزبده على طول. طبعا بعد ما خلصت الكميه كلها اغطيها لمده نص ساعه تاني. تمام كده. طبعا لو احنا في الشتاء ممكن ندخل في ساعة الا ربع وساعة. تمام كده. لكن احنا عشان في الصيف فخدت معايا نص ساعة، وهنا بعد التشكيل نص ساعة. هنا شايفين القوام والأحجام بتاعها ما شاء الله، حجمها الضاعف وبقت ممتازة. طبعا أنا مجهزة هنا الحلة وفيها زيت
عشان احمر. انا عايزه اقول لكم بقى ان انا سبت الجزئيه دي اوريها لكم، ان الورق الزبده كان وحش جدا. خلوا بالكم في النوعيه وانتوا بتشتروا، كان وحش جدا يعني، اتشال بصعوبه من الدوناتس. تمام كده. فبصراحه زي ما انتوا ما شفتوا ان هو اتشال ازاي، فهقول لكم بقى انا عملت ايه. اول حاجه، اول واحده طلعتها عادي تماما خالص. بقيت لما اجي بقى احمرهم، بقيت بمسكها بالراحه، يعني انا بشيلها بقى من ورقه الزبده اللي انا سايباها عليها، باخدها بالراحه واروح حطها في الزيت. وهتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو، ما حطيتهاش بورقه الزبده، حطيتها بالراحه خالص، وشكلها ولا باظ ولا اي حاجه، ولا خرجنا التخمير اللي فيها، ولا اي حاجه، ولا ضغطنا عليها. بتخلصيها بالراحه خالص كده من ورقه الزبده بنشيلها، وابتدي على طول انزل بيها على الزيت. طبعا الزيت سخن بس على درجة حرارة متوسطة. تمام كده عشان اضمن ان الدوناتس تكون كلها مستوية من جوه. وببتدي ان انا اقلبها كده على الجوانب لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل ده، واخرجها على طول. طبعا احنا نقدر بعد ما نخرجها ان احنا ممكن ننزلها في سكر وقرفة. تمام، دي خطوة. انا ما حبيتش ان انا استخدم الخطوة دي، وان انا احطها في سكر وقرفة. تمام كده. لاني انا حابه ان انا احشيها واعمل لها حشو كده، اللي هو الكراميل من فوق. هنعمل طبقه زجاجيه كده من الكراميل، خطيره خطيره. بعد بقى ما احمر الكميه كلها وهتكون جاهزه معايا. شايفين الجمال؟ تحفه يا جماعه. الكميه ما خدتش معايا وقت، اتحمرت على طول. طبعا الكاسترد بقى خلاص بعد ما هدي تماما ضربته كويس جدا، وهحطه بقى في كيس الحلواني. هنا معايا الدوناتس ثبته كده في الطبق او السيرفيس، وابتديت افتحه بالسكينه فتحه كده من فوق. تمام كده. هفتح بقى الكميه كلها، وابتدي بقى اجيب بقى حشوة الكاسترد، وابتدي بقى احشيها كده لحد ما الاقيها تقلت وبقلظت كده وقلبظت معايا. كده هي تمام واتحشت كويس قوي. بحشيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الحشوه دي تحفه جميله جدا جدا، عجبتني وحلوه جدا جدا. جربوا الطريقه بصراحه، يعني طريقه الكاسترد مع الدوناتس وكده جميل. غير ان كمان الدوناتس عايزه اقول لكم تاني يوم كان كان ناعم وقطني قوي وتحفه يا جماعه. العجينه خطيره وحلوه قوي. جربوا الطريقه برضو هتعجبكم جدا بتاعه العجينه. هبتدي بقى احشيها بقى كلها كده بالكاسترد. اول بقى ما الاقيها قوامها تقل كده معايا كده وبقت مقلبظه كده، خلاص تمام، هي اتحشت كويس جدا بالكاسترد. تمام. هبتدي بقى اعمل برضو كام واحده كده ببديل النوتيلا. انا حشياها ب اللي هي دريم سبريد يا جماعه، دي بقطع البندق. حلوه قوي قوي. جايباها من السوبر ماركت عادي. بجيبها وحشيت بيها الدوناتس بصراحه، وطعمها تحفه. وبستخدمها في حاجات كتير، وبقالي مدة طويلة جدا بستخدمها بصراحة. هنا بقى نص كوباية من السكر كده، دوبتها من غير اي اضافات خالص لحد اما دابت باللون الجميل ده. وابتدي انزل بقى عليها بوش الدوناتس بالشكل ده. اديها بقى كده يعني شكل بس كده من الكراميل. يا دوب بس بتاخد طبق على طول، وبعدين بشيلها على طول واسيبها بقى ايه تهدى تماما في السيرفيس. عايزه اقول لكم اني لذيذه جدا وحلوه قوي قوي. عملنا طبقه زجاجيه، يعني عملنا دوناتس بطبقه زجاجيه كده من الكراميل، خطير ومقرمش وطعمه تحفه. وفي نفس الوقت كمان عملنا احلى دوناتس بالحشوه الشوكولاته. خطير يا جماعه، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان قوامه تحفه، ولا صوته وجمال طعمه حلو جدا. وهتسمعوا كمان ويعني وهو بيتاكل كده، وقرمشه الكراميل خفيفه كده، يا دوب طبقه خفيفه حاطينها. لا بصراحه حلوه قوي. بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم وتعجبكم الطريقه وتكون سهله ولذيذه وتجربوها. والحشوه مش قادره اقول لكم يعني بتبظ خالص كده من الدوناتس، احلى بكتير من بره. جربوا الطريقه، بصراحه تستحق التجربه. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.